السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا كما تشوفوا مقرونة جارية بالكريفات والدبابش وسريعة التحضير، والأهم من هذا الكل اللي هي بنينة وفي ساعة تحضر. تو نحط لكم في فيديو في صندوق الوصف كيفاش ننظفوا الكريفات. أتمنى باش تضغطوا على زر الجرس الصابوني، تعملوا لايك باش يوصلكم كل جديد، ومشاهدة طيبة للجميع. حطيت الزيت يغلي، حطيت فيه الكريفات كما تشوفوا تتقلب الباهي، حطيت لها شويه ملح، والكريفات فوحناها بشويه ملح وكركم، شويه فلفل الاسود للي يحب، خليناهم يتقلوا وتشمعوا شويه بصل وثوم وفلفل كلهم مقصوصين، كل شيء مع بعض، واكله سهله وبسيطه. سامحوني ممكن الاضاءه خافته شويه. باش نضيف توا الطماطم، ملعقه كبيره طماطم تتقلى معاهم، هريسة عربي، شوية ماء، تبل وكروية. باهي عندي شوية بطاطا سفناريا، حمص، فول مصري وعدس مقشر، كيف اختياريين. هي مقرونة بالدبابش بالكريفات، راهي بنينة برشا وصحية وكلها منافع. نخلي المكونات الكل تدخل في بعضها ونصب الماء. وكما تشوفوا باش نصب المقرونة. هذه المقرونة اخترت في الرقم 1، انتم تختاروا النوعية اللي تحبوا عليها. حركوها شوية 7 دقائق وتحضر ان شاء الله. نحط المعدنوس والفلفل. شوفوا البن، الريحة نودكم ومنشهيكم تكون متوسطة، لا هي جارية برشا لا هي خاطرة، على خاطر المقرونة الجارية تشرب بالوقت. تو باش نتعدوا مع بعضنا لصحن التقديم. كما تشوفوا هذه المقرونة بالكريفات ما شاء الله، الريحة والفيحة والبنة نودكم ومنشهيكم. الريحة فاوحة برشا، خاصة تفاعل الثوم في الاخر بالكل. في الوصفة هذه استعملت تقريبا 250 جرام، بين 250 ل 300 جرام. نجموا تستعملوا النوعية المقرونة اللي تحبوا عليها، او تعوضوها بالبرغل او الحلالم او النواصر، تحطوها في الاخر بالكل. تعملوها بشوربة تشيش، شوربة الشعير، شوربة لسان عصفور، راهو تنجموا تتفنوا. المهم راهي طريقة الاعداد هي نفسها. هذه كانت دبارتنا لليوم، مقرونة جارية بالكريفات والدبابش، دبارة صحية وسهلة وسريعة التحضير وبنينة. نتمنى تجربوها وتدفي في الطقس البارد خاصة. نتمنى تجربوها، وان شاء الله ملتقانا في وصفة قادمة ودبارة جديدة. ما تنسوش باش تدعموني في القناة، تضغطوا على زر الجرس الصابوني، تعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا. بسلامة وفي امان الله.